وإنما كان تصرفا سياسيا وليس تصرفا دينيا، إذا فلم يعد حدا عقوبة محددة نهاية بالشرع. والسبب في هذا هو تطور الفكر البشري نفسه الذي يؤدي تطور الفكر المسلم، والذي يؤدي إلى أن ينظر الأمور بمنظار آخر ويعيد النظر في اجتهادات السابقة. ويمكن أن أعطي مثالا في هذا وهو مثال واقعي، وأنا أظن بأنه لا بد من جهود متتالية. مثلا وسائل إثبات حقوق أو إثبات جرائم في الشريعة الإسلامية متنوعة. هناك شهداء 4 شهداء مرة، وهناك شاهد ويمين مرتين، وهناك شاهدين أو شاهد رجل وامرأتان، بناء على ما يقول النص. كان النص هو في شهادة التحمل وليس في الإثبات، ولكن العلماء أجمعوا أخذوا بها. وهناك شاهد ويمين كما في الحديث الصحيح، وهناك 40 يمينا قسامة، يمين قسامة، وهناك القيافة في بعض الأمور، وهناك القرعة في أمور أخرى، وهناك أمور كثيرة محددة في النصوص. واختلف العلماء في كثير منها، وأنا أظن تنوع ما يسمى التغاير، تنوع هذه الوسائل الإثبات وحتى تصرفات الخلفاء الراشدين معها، وخلاف العلماء من قديم معروف، خلاف جمهور العلماء مع الحالة الأحناف بالخصوص، ومع علماء آخرين حول الشاهد واليمين ما يأخذ به ولا يأخذ به. وتصرف بعض كبار التابعين وتابعيهم مثل عمر بن عبد العزيز الذي كان لما كان وليا في المدينة كان يأخذ بشاهد ويمين، فلما تحول وأصبح أميرا للمؤمنين فترك الشاهد واليمين وأخذ بالشاهدين. فكتب إليه أحد العلماء فقال له: كنت في المدينة تأخذ بالشاهد واليمين، فلما تحولت إلى الشام لم تعد تأخذ بالشاهدين. قال: وجدت أهل الشام يأخذون بهذا فأخذت به. تغير. أنا في رأيي هذه الوسائل كلها كما قال ابن القيم ورجحه في الطرق الحكمية أن المقصود به هو إقامة العدل وتحقيق الحق. فبأي وسيلة تحقق العدل وأثبتنا فعلا الحقوق فهي المراد والمقصود، وأن وسائل التي أتى الشارع بها أول مرة إنما هي ليست مقصودة في حد ذاتها، لأن إذا كان اليمين 50 أو 100 لا تقيم الحق، وعرفنا بأن التصوير كثر مثلا وقلت الأمانة واليمين لا معنى له، يتخلى عنه ونبحث عن وسيلة التي بها نقيم الحق، لأن المقصود هو إقامة العدل والحق. وهكذا. وأظن حتى ما ورد في آية الدين باستشهاد يعني شاهدين يعني رجلين فإن لم يكونا رجلين امرأتين. أنا في رأيي هذه وسيلة رجل وامرأتين وسيلة وليست مقصودة في حد ذاتها، وقد ذهب إلى هذا كثيرون. وأجمع الأصوليون على أن هذا تصرف إرشاد لمصلحة الدنيا وتصرف الإرشاد تمييزا له عن الندب الذي هو لمصلحة الآخرة. وجميع كتب الأصول الذين يتحدثون عن تصنيف دلالة الأمر عندما يأتون إلى الأمر يقولون دلالته 17 أو 27 أو 30 على حسب الأصولين. الأول الوجوب، الثاني الندب، الثالث الإرشاد، مثل قوله تعالى فاكتبوه، وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كلهم بدون استثناء ويقولون بأنه بمصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة، أي أنه شكل ليس مقصودا في حد ذاته ولا مراد شرعا، وإنما المراد والمقصود هو المقصد النهائي، هو إقامة العدل الذي هو مقصد الرسالة من مقاصد أسمى لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن بأنه إذن السؤال المطروح باستمرار هو هذا: كيف يمكن أن نعرف وأن نحدد هل هذا الحكم المعين الوارد في نص هو مقصود لذاته، وأنه شكل مقصود وليس فقط شكلا تطبيقيا مؤقتا نرتبط بمقصوده ولا في هذا العشرات من الأمثلة التي تعيد النظر فيما صنعه كثير من علماء السابقين. وأرجع إلى حركة التوحيد والإصلاح، أذكر أنه في الثمانينات بدأ هذا النقاش حول النظرة المقاصدية وحول قواعد المصالح التي تحدث عنها الأستاذ الرسولي، وبدأت هذه القواعد تدخل في الاستعمالات اليومية للحركة تدريجيا. هذا أخذ قد نقول أخذ بضع سنوات أو أخذ عدة من الزمان، ولكنه بدأ تدريجيا واحتلت كتابات كل
من مثلا شهاب الدين القرافي والشاطبي وعز بن عبد السلام وابن تيميه وابن القيم الطرق الحكميه بالخصوص مكانه في حق الشواهد الاستدلاليه والنصوص الحجاجيه والتأصيليه لمفاهيم الحركه في ذلك الحين. وانتهت الامور الى الى القواعد بين قوسين، الى الافكار التي صغناها انذاك، وهي كالتالي: اولا ان الفقه في مجال السياسه الشرعيه هو فقه مقاصد بامتياز، وبالتالي لا يجمد فيه على الوسائل الوارده في النصوص، وانما يرتبط فيه بالمقاصد. ان المجال الدعوي بمفهوم العام ينطبق عليه جميع القواعد التي تنطبق على السياسه، مجال ما يسمى العلماء بالسياسه الشرعيه وتخضع لاصولها. وبالتالي من الواجب على الدعاة ان يتفهموها وان ينطلقوا منها وان يعتبروها اساسا في حركتهم وفي واقعهم. القاعده الثالثه هو النظره النسبيه، وفي الحقيقه النظره المقاصديه كتكون النظره النسبيه الى الامور في الحكم على الهيئات والاشخاص والمجتمعات، في الحكم على الافكار ايضا ليس هناك خير واحد وشر واحد، وكل انسان مهما خالفنا في دين او عقيده او فكر لا شك ان عنده شيء يمكن ان نستفيده، لان البشر الانسان عنده عقل يفكر به وينتج. وانا دائما اقول بان لله في الكون كتابين وليس كتابا واحدا، كتاب منظور وكتاب مسطور، ومن لم يقرأ الكتاب المنظور والحكمة البشرية المتطورة فلا يمكن أن يفهم الكتاب المسطور اللي هو القرآن الكريم الوحي. وبالتالي هناك علاقة تفاعلية بين قراءتنا للوحي وقراءتنا للكون أو قراءة البشرية للكون. ومع الأسف اليوم الذي يقرأ الكون ويتقن قراءته ليس هم بالضرورة المسلمون، منهم بعض المسلمين، ولكن هذه القراءة ليست يعني القمة ديالها ليست من المسلمين. فنحن إذا ملزمين شرعا بالاستفادة من تلك القراءات والانطلاق منها، ومنه التفاعل مع الحضارة المعاصرة وكيف ننظر إليها وكيف نتفاعل معها. هذا من بين النقاط التي بدأت تتطور. لا شك أن السياق المغربي عنده واحد خصوصية خاصة، وهو القرب من أوروبا. ثانيا أنه احنا كنقابة إسلامية شباب إسلامي بين قوسين، النقابة الإسلامي أنا لا أحدده كثيرا ولكن نستعمله لأنه أصبح عرفا. وجدنا أنفسنا في مرحلة الثانوي ومرحلة الجامعة مع تيار يساري أيضا موجود يتحدى فكريا، وأظن بأن هذا كان واحد من التحديات التي استفزت العقل المسلم أو الإسلامي بين قوسين ليحاول أن يصوغ أيضا مقولات للفهم ومقولات للتفسير ومقولات للدفاع عن العقيدة أو عن الفكر الإسلامي بما يحمل هذا من إمكانيات التطوير. وبالتالي فالتفاعل مع الخبرة الغربية أيضا هو من بين المجالات التي أظن بأن الفكر المقاصدي أفاد كثيرا في تطويرها. فيما يخص العمود الثاني الذي هو التجديدية، وهو يتكامل مع المقاصدية، لا مقاصدية بدون تجديدية، والفكر المقاصدي هو رافد من روافد التجديد ويستفيد أيضا من التجديد